في الفيديو اللي فات بنيت محرك الستيرلينج ده عشان يشغل عجلة. هو ده شغال لوحده شغال، ومع اني حماسي كان في السماء وانا بشغله، بس للأسف أداؤه كان تعبان قوي. لكن زي أي مشروع هندسي لسه في حاجات محتاجة تتضبط. أكبر مشكلة قابلتني في الفيديو اللي فات كانت إني تمدد الهواء السخن ما كانش بيدفع البستم كفاية، وده حليته مؤقتا لما استخدمت حدفة أقصر للكرنك. بس لما صممت الموتور ده حساباتي كانت بتقول إن المفروض يدي تمدد كافي. طيب والهواء اللي بيتمدد ده كله بيروح فين؟ جو الأسطوانة اللي تحت دي في حاجة اسمها مكبس الإزاحة، وده وظيفته ببساطة بينقل الهواء بين الجنب السخن والجنب البارد في الموتور. مهم جدا إن حجم الهواء جوه المكبس ده يكون محكم الغلق، وده للأسف مش حاصل دلوقتي. وعشان أصلح المشكلة ذي صممت قاعدة جديدة للمكبس، واستخدمت إيبوكسي مقاوم لدرجات الحرارة العالية عشان ألزقه في الكوباية الستانلس ستيل، والمفروض ده يخليها محكمة الغلق قوي. لسه هو فيه فتحة صغيرة عند مكان اتصاله بعمود الخارج، بس بمجرد ما يتربطوا بالمسامير في بعض الفتحة دي هتتقفل برضه. كمان شلت أسطوانة القوة الرئيسية وجبت أداة تنعيم الأسطوانات، ودي بتساعد في تنعيم الخطوط والعلامات اللي سابتها عملية الخراطة. وده غير أنه بيعمل نمط خطوط متقاطعة ناعمة في جدار الأسطوانة عشان يخلي التزييت أحسن لما نحط الزيت. وكمان خلطت بستم جديد متصمم مخصوص لجوانات الكوب المطبوعة بتقنية 3D من مادة البوليوريثان الحراري، واللي بتعمل عزل ممتاز للضغط وفي نفس الوقت احتكاكها قليل جدا. وده بيتثبت على البستم بحلقة تفلونها تمشي على الجدار الداخلي للأسطوانة. فمع الكرنك القديم الكبير اللي ركبته على الموتور واللي ما كان شغال قبل كده، يا ترى هيشتغل دلوقتي بعد التعديلات الجديدة. مش بس دلوقتي شغال بالتمدد اللي كنا متوقعينه، لكن كمان كبر إزاحة الكرنك، معناه عزم دوران أعلى، وكمان بيلف بعدد لفات أعلى في الدقيقة. بس تمدد الهواء مش هو الحاجة الوحيدة اللي بتولد طاقة، لأننا كمان محتاجين نبرد الهواء عشان ينكمش، وده بالضبط وظيفة الجنب ده من الموتور. عشان كده فيه زعانف تبريد بالهواء ومواسير تبريد بالمية. بس المية بتبرد بس الجزء الخلفي من الموتور، لأنه مفصول عن الجزء ده بجوان صغير. فلما بنعمل الاختبارات الثابتة دي، الجزء اللي بيتبرد بالهواء بيبقى صعب عليه يفضل بارد. عشان كده فكيت الجزء ده من الموتور وخرطت فيه قنوات تبريد مية من تحت، وده غالبا مش هيبرد الكتلة كلها بانتظام، بس أكيد هتساعد شوية. وكمان لما الهواء بيبرد بيتقلص وبيعمل خلخلة أو شفط جوه الموتور. بس الجوانات الكوباية اللي على البستم دي بتشتغل بس لما يكون في ضغط من ناحية واحدة، عشان الكوباية بتتوسع وبتقفل مع جدران السلندر. بس لو حصل شفط من الناحية دي الهواء ببساطة هيعدي من ورا الجوان. عشان كده عدلت البستم دلوقتي وبقيت استخدم 2 جوان كوباية راكبين في اتجاهين عكس بعض، وده المفروض يخليه يحكم الغلق حتى في حالة الشفط. الجوان المزدوج ده كمان بيخلي تشغيل الموتور أسهل بكتير، لأن لما الهواء بينكمش وبيعمل حالة شفط، البستم مش محتاج يقاوم الضغط، هو ببساطة بقى بيتزق وتسحب في الاتجاهين. وفوق كل ده كسبنا كمان 100 لفة زيادة في الدقيقة. لحد دلوقتي كان كل تركيزي على تسخين وتبريد الهواء، مع ان فكرة انك تسخن الهواء وبعدين تتخلص من الحرارة الزيادة دي كلها عن طريق تبريد المية في كل دورة دي عملية غير فعالة خالص. بس فيه طريقة نعيد استخدام جزء من الطاقة الحرارية دي باستخدام المسترجع الحراري. الموضوع ده يبان معقد أكثر بكتير من حقيقته، لأن المسترجع الحراري ببساطة هو عبارة عن مادة موصلة للحرارة وليها مساحة سطح كبيرة، زي شبكة من الصلب الرفيع بتتحط بين الجنب السخن والبارد في المحرك، والهواء بيضطر وهو بيتحرك إنه يعدي من وسطها. فلما الهواء السخن يعدي حوالين البستم بينقل جزء من طاقته الحرارية لشبكة الصلب الرفيع عن طريق تسخينها، وده كمان بيبرد الهواء شوية. وبعدين بعد ما يبرد تماما من الجهة الباردة بيرجع يعدي تاني من خلال شبكة المسترجع الحراري اللي بتسخنه من جديد، لأنه بيمتص جزء من الطاقة الحرارية اللي كان سابها فيها قبل كده، وده بيخلي الحرارة تتعاد تدويرها بدل ما تضيع في الهواء الخارجي. وده معناه أن طاقته أقل بتكون مطلوبة لتسخين الهواء، وكمان حرارة أقل محتاجة الجهة الباردة تشيلها. في العادي مادة المسترجع الحراري دي بتكون ثابتة في مكانها جوه أسطوانة الموتور،
بس أنا عايزة أركبها على الجزء الخارجي من البستم، وده في الأساس بيقوم بنفس الوظيفة. عشان أعمل كده قطعت شريحة سيليكون رفيع علشان ألفها حوالين الجزء الخارجي من البستم، وده هيعزل مادة المسترجع الحراري عن البستم، وفي نفس الوقت هيخليها تمسك في البستم ويمنعها إن شاء الله إنها تتزحلق من مكانها. بعد كده اشتريت شبكة ستانلس ستيل ناعمة، قدرت أقطعها على الشكل اللي محتاجاه وألفها حوالين شريحة السيليكون، واستخدمت سلك نحاس علشان أثبتها في مكانها. بس هل تعديل بسيط زي ده ممكن فعلا يفرط في أداء الموتور؟ طيب يلا نركبها تاني في الموتور ونشوف النتيجة. دلوقتي الموتور بلف بسرعة 588 لفة في الدقيقة، مقارنة ب 326 لفة في الدقيقة قبل كده. أنا مندهش إزاي إضافة جزء قليل من شبكة ستانلس ستيل ممكن يحسن الأداء بالشكل الكبير. مع أن الصوت مش مضبوط قوي على الأقل بالنسبة لمحرك ستيرلينج، بس تقريبا صوته زي صوت محرك احتراق، مع أنه ما فيش احتراق على الأقل من جوا. أول ما الموتور هديت سرعته لاحظت إن مسمار الكرنك كان مفكوك، وده غالبا اللي عمل صوت الخبط، لكن كمان لاحظت فيه اهتزاز في العمود ده اللي متوصل ببستم التشغيل. في الجزء الأول من المشروع ده استخدمت جلبة تفلون هنا علشان العمود يتحرك بسلاسة، بس كان فيها فراغ كبير قوي فطورتها وحطيت رولمان بلي خطي، بس واضح إن البلي ده كمان بقى فيه فراغ. في الآخر اشتريت كذا نوع من رولمان البلي، الغالي وعالي الجودة، وكمان أعمدة دقيقة، بس الغريبة إني كلهم فيهم شوية فراغ، واعتقد ده لأنهم متصممين عشان يتحركوا بسلاسة طوليا على العمود مع أقل بوش ممكن في الاتجاه ده. بس أنا محتاج أقل فراغ دوران ممكن، وده عادة بيتحل إنك تستخدم بليتين ورا بعض، بس عشان ما عنديش مساحة لكده في تصميم الموتور الحالي لازم أعمل رولمان بلي خطي بنفسي. وعشان أعمل ده خرطت قطعة صغيرة فيها 4 ثقوب مقلوبة عشان أقدر أثبت فيها رولمان بلي صغيرا جدا. ده بيعمل مجرى على شكل حرفي V اللي العمود المفروض يتحرك فيها بسلاسة، وأقدر أثبته في القاعدة بتاعة الموتور. ومع بلوكي رولمان بلي تاني فيه بليتين كمان عشان نزنق العمود ونحكم حركته في خط مستقيم واحد بس، والفراغ تقريبا اتشال تماما. قبل ما أجرب تاني كنت عايزة أتأكد إن مادة المسترجع الحراري سليمة، لكن بعد ما شلت السلندر كان واضح إن فيه مشكلة. لقيت بودرة بيضاء غريبة جوه الموتور، وشكلها كذا جاية من شريحة السيليكون، وكانت مغرقة الدنيا في كل حتة. بس بعد ما شلت الشبكة كان واضح إن الجزء اللي فوق بس من السيليكون هو اللي اتحرق، عشان هو الأطرب للغطاء السخن. فالحل السريع والبسيط اللي عملته إني قطعت الجزء المحروق ده وقصرت المسترجع الحراري، بس كمان ضاعفت سمك الشبكة عشان أعوض المادة اللي اتشالت. صحيح إن استخدام شعلة اللحام لتشغيل الموتور ده بيشتغل زي الفل، بس صوته عالي قوي، وده بيضيع ميزة موتور ستيرلينج الأساسية في إنه هادي جدا. فعشان كده كنت عايزة أبني موقد ثابت أكتر وما يكونش صوته عالي كده. فكرتي إني أعمل مشتت حراري بمساحة سطح كبيرة من شريحة النحاس دي عشان توصل الحرارة من النار للجزء السخن في الموتور. المشتت الحراري بيتكون من 5 ألواح فيها مجموعة من الفتحات متفتحة بالمخرطة عشان الحرارة تعدي منها، بس الفتحات في كل لوح مش على نفس الخط، فبالتالي الحرارة مش هتلاقي طريق مباشر للمرور، وده المفروض يخلي الحرارة تنتقل للنحاس بأكبر قدر ممكن. وبعد كده نقدر نربطه بمسامير على طول في الجزء السخن بتاع الموتور. وعشان أبدأ أول تجربة اشتريت سبرتاية صغيرة بتشتغل بالسبرتو الأحمر عشان أشوف هتقدر تقوم الموتور وتشغله ولا لا. بعد كم دقيقة النحاس بدأ يتأكسد ويفقد لونه اللامع، ولسه المحرك ما كانش سخن كفاية علشان يشتغل. قمت ضايف حتى من بطانية لحام اللي ضد النار عشان أعزل الموتور، وكنت عايزه يسخن أكتر، بس برضه لسه ما كنش بيوصل للحرارة المطلوبة. بعد كده اشتريت فتيل لموقد كحول عشان أعمل موقد بنفسي، وجربته بتسخين شوية ماء. لما قست فرق درجة حرارة الماء قدرت أحسب كمية الحرارة اللي طالعة من اللهب، ولقيت إني فتيلة واحدة بتطلع حوالي أكثر من 200 واط بشوية كمتوسط. فصنعت موقد مخصوص من علبة صفيح واستخدمت 4 فتائل علشان أقدر يطلع حوالي 800 واط من الحرارة، ومليت العلبة سبيرتو.
ومع عزل مشتت الحرارة النحاس كمان درجة حرارة الموتور قدرت تعلى أكثر بكتير من الأول. بس دلوقتي عندنا مشكلة ثانية، فيه جزء منها بيتحرق فوق البتاعي ده. بعد ما طفيت النار كنت عايز على الأقل أخلي الموتور يشتغل، فمليت الموقد بشوية سبيرتو تاني وكملت تسخين. وأول ما الجزء السخن في الموتور وصل ل 240 درجة مئوية الموتور بدأ ينطق ويشتغل. بصراحة الموضوع ممتع جدا وشكله يفتح النفس، وأنت شايفة النار من ناحية والحركة من الناحية الثانية، وكل ده طالع بس من تسخين وتبريد الهواء. بس في نفس الوقت حاسس أننا رجعنا خطوة كبيرة لورا من ناحية قوة الموتور. وعشان كده وقبل ما أضيع وقت أكتر من كده في إني أحاول أعمل موقد مضبوط للبتاع ده، شكلي كده هرجع لحبيب قلبي اللي ما بتخذلنيش. شغلي في اللحام طبعا لأني عارف ومجرب إنها بتطلع حرارة كافية تخلي الموتور يقوم ويشتغل. اللي بفكر فيه هو ببساطة أركبه في وش العجلة كذا. هو هيبقى شكله يضحك شوية، بس هيمشي الحال للتجارب الأولية. وبعدين هحتاج أعمل سيستم دبرياج مكان الفدام ده عشان نقدر ننقل الحركة للعجلة اللي وراه. وكمان هخلص تقفيل سيستم تبريد الماء كله بالطلمبة والرادياتر بتوعه عشان أشوف بجد هل الموتور ده هيقدر يجر العجلة ويمشيها ولا لا. ولو اشتغلت هقدر بقى أديلها وقت أكتر عشان أحسن الأداء بتاعها وأخلي الموقد ده يشتغل بمزاج وعلى ميت بيضة. قمت فكيت مجموعة الموقد والسلندر عشان أظهر المشتت الحراري النحاس اللي شكله مش لطيف قوي. بس بعد ما شلته من الغطاء السخن جات في بالي فكرة، مش يمكن لو زودتي مساحة السطح الداخلية للجزء السخن أقدر أسخن الهواء بكفاءة أعلى؟ للأسف ده صعب يتعمل في غطاء الستانلس ستيل. بس جت لي فكرة سهلة وسريعة إني أقطع شوية من نفسي سلكي الشبكة اللي استخدمته في المسترجع الحراري وأثبته جوه الغطاء ده باستخدام الودان الصغيرة بي. يمكن ده مش بنفس كفاءة مشتت حرارة معمول على المخرطة، بس هو تعديل سهل ويستاهل التجربة. بعد كده صممت حامل بتثبت في إيد الشعلة من ناحية وبيقفل على شاسيه العجلة من الناحية الثانية. احنا كده ضبطنا الزاوية بالملي عشان نخلي فوهة الشعلة جنب الغطاء السخن بتاع الموتور. هو المنظر شكله يضحك جدا، بس على الأقل ريحني من إني أفضل ماسكه بإيدي. الخطوة اللي بعد كده هي إني أعمل الدبرياج، وده محتاج فدام جديد أنا طبعته بطابعة ثلاثية الأبعاد واستخدمت مسامير عشان أزود وزنه. وبعدين بالنسبة لمادة الدبرياج اشتريت الخامة دي اللي هي عبارة عن فلين متطعم بالمطاط، ودي المفروض بتدي احتكاك كويس، وكمان فيها لاصق على ناحية واحدة عشان تلزق كويس في الفدام. أما بالنسبة لأسطوانة الدبرياج الثانية اخترت أستخدم ورقة صنفرة لأنه رخيص وبتمسك بامتياز في الفلين المطاطي ومش محتاج ضغط كبير. أول ما أقطع قرص ورق الصنفرة كل اللي هعمله إني هلزقه ببساطة على ديسك الدبرياج باستخدام لزق دبل فيس. أكيد يعني الدبرياج ده مش هيستحمل قوة جبارة زي دبرياج المواتير الحقيقية، بس بالنسبة لقدرة الموتور ستيرلينج ده المفروض يعيش ويمشي الحال وزي الفل. والأسطوانتين هيكفلوا على بعض عن طريق ذراع صغير صممته في قاعدة الدبرياج، والذراع ده هيتشد بسلك. وكده بعد ما جمعنا كله وحطينا سوستة صغيرة بين الأسطوانتين نقدر نركب مجموعة الدبرياج دي على شاسيه العجلة. وهقدر أمد خراطيم لحد الجادون، وهناك هركب يد دبرياج بسيطة جدا بتشتغل بصباع الإبهام. إيد الدبرياج دي عبارة عن قطعتين بس، وهي اللي بتشد الواير اللي بيتحكم في مجموعة الدبرياج ورا عند العجلة. وبكيد الأسطوانتين هيقفلوا على بعض وإن شاء الله يعشقوا وينقلوا الحركة للعجلة اللي ورا. يلا نشغل الشعلة ونجربها. والدبرياج معشق هقدر ألف العجلة بإيدي علشان أشغل الموتور بدفعة. بس شوف إيه اللي حيحصل لما أفك الدبرياج. الموتور سرعته بتزيد بسرعة جدا لحد ما بتعدي 800 لفة في الدقيقة، وأقدر أرجع أشبك الدبرياج تاني عشان أهدي عدد اللفات وفي نفس الوقت أخلي العجلة تبدأ تجمع سرعة وتجري.
ولما طفيت الشعلة واضح ان الحل بتاع رولمان البلي الخطي بتاعي بيشتغل بسلاسة اكتر بكتير. والشبكة اللي غفتها جوا الغطا السخن بتسخن الهواء اسرع بكتير، وده بيخلي عدد اللفات يعلى جامد لما افصل الدبرياج. دلوقتي كل اللي ناقصه هو نظام تبريد مية متكامل، وأنا اخترت أستخدم رادياتير زي بتاع الكمبيوتر عشان رخيص وبيستخدم نفس وصلات المواسير بتاعة الموتور بتاعي، وكمان بيتثبت كويس جوا الجزء ده من الشاسيه. وبعدين عشان أبخ المية اشتريت لمبة صغيرة بجهد 12 فولت، بس حاليا مش بتركب على وصلات المواسير بتاعتي. بس بدل ما أشتري تحويلات جاهزة قررت أعيد تصميم الجزء العلوي من الطلمبة وأطبعه على طابعتي فورم لابز فورم 4، لأني ده خلاني أعمل خزان صغير فوق الطلمبة يسهل علي عملية تزويد المية في السيستم. وصلات المواسير ممكن تتربط مباشرة من غير ما أحتاج لأي محولات. ده غير أننا بمجرد ما نثبتها في شاسيه العجلة، الزوايا اللي متصممة مسبقا في الوصلات دي أنسب بكتير علشان الخراطيم تمشي ناحية الموتور والرادياتير. وهقدر استخدم مكمل صغير وخرطوم علشان املى السيستم بالمية. المفروض ان الطنبة دي بتشتغل على 12 فولت، بس لما ازود الفولت ل 12 فولت يبدأ يحصل فيها تجويف وكفاءتها بتقل جدا. لقيت ان احسن اداء ليها بيبقى بين حوالي 3.5 ل 4 فولت، وده مثالي جدا لاني كده هقدر اشغل السيستم كله ببطارية ليثيوم ايون واحدة، وهي بتستهلك حوالي 2 واط بس من الطاقة. أعتقد كده جه الوقت اللي نطلع فيه بالعجلة دي في مشوار تجربة ونشوف هتعمل ايه. مستني بس العجلة بتاعتي تسخن. تمام، طالما هي بتسخن أكتر ممكن أخدها كده لفة بسيطة، لأني الآن إن الرادياتير يسخن زيادة لما مفيش هوا بيعدى عليه. هقولك ايه، هي بدأت تدفي رجلي فعلا والموضوع لذيذ بصراحة. الموضوع كأنك مركب كراسي سخانات. عمري في حياتي ما جربت يكون عندي كرسي بيسخن في عجلة. تمام، دلوقتي اشتغلت. أظن احنا محتاجين نضيف حاجز هواء هنا، لأن الموتور من قدام مش بيوصل لدرجة الحرارة المطلوبة. تمام، دلوقتي أنا عملت حاجة شغل يدوي أوي، حاجز للرياح عشان إن شاء الله يسخن كفاية دلوقتي. بطلت مني يا خسارة. فيها عزم، أنا حاسس بيه حاجة بسيطة جدا، بس لسه القوة مش قد كده. يعني أظن كده يمكن 30 واط على أحسن تقدير. بس هقولك على حاجة، ده شغال بقاله فترة مش قليلة. بعدين فكرت إنه ممكن تمشي أحسن على السرعات العالية، لأن تيار الهواء الزيادة هيساعد في تبريد الرادياتير والجزء البارد من الموتور، وده هيخلق فرق درجات حرارة أكبر، وكمان ممكن يخلي الموتور يوصل لعدد اللفات المثالي له. قعدت أبدل لحد ما جمعت سرعة، وبعدين عشقت الدبرياج. هي مش بتتحرك بالبدالات. عمرك شفت عجلة ماشية بموتور ستيرلينج قبل كده؟ أكيد يا باشا. نهارك فل. يومك سعيد. ايه ده يا جدعان؟
أكيد بيشتغل أحسن على سرعة أعلى. مش عارف إذا كان بيدخل في نطاق قوة معين أو بيشتغل بكفاءة أعلى عند عدد لفات معين، أو التبريد المائي بيكون أحسن على سرعة أعلى. وبرضه مش كفاية علشان يحافظ على السرعة ثابتة. بس قربنا جدا. صح، دلوقتي جاي دور سام على عجلة ستيرلينج. هيكون مثير نشوف سام هيتعامل مع العجلة دي ازاي، لأنه وزنه أقل مني بحوالي 20 كيلو، وعشان كده الزقة الصغيرة اللي طالعة من الموتور دي ممكن تساعده هو أكتر بكتير ما بتساعدني. يلا بينا. يعني تقليل الوزن بيسمح للموتور يدي دفعة صغيرة جدا، بس يا ترى هتشتغل ازاي لما سام يقربها على سرعة أعلى؟ قشطة، ده فعلا بيزوقني لقدام. صوتها جامد جدا. رغم ان الموتور بيدي زقة بسيطة بتساعدني، بس مش هيقدر يطلعني على اي تلة لفوق. بس اعتقد انه مهم نفتكر انه مع شوية تعديلات بسيطة الموتور تغير من ده It's actually running. لده. وانا شايف انه هيلف اسرع بكتير لو زودنا معدله انتقال الحرارة جوا الموتور، وده هيسمح لنا نستخدم نسبة طنابير احسن عشان ناخد عزم اكبر، وممكن كمان نحافظ على سرعة ثابتة من غير مجهود. وده كله اللي معانا النهاردة. شكرا على المتابعة.